النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي في البيت بس على طريقتنا. بص الجمال. تحفة. وعايزه اقول لك من غير كبة، اقسم بالله جميلة. يلا على طول نقول مقادير الكفتة الرهيبة دي عملناها ازاي. يلا بينا. بس لو انت لسه ما اشتركتيش مستنية ايه بقى؟ يلا لايك كده وكومنت جميل منك يحمسنا، ويلا بينا على طول نقول مقاديرنا. بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل الكفتة بتاعتنا، مش محتاجين كبة، هنعملها بالمخرطة. محتاجين كوبايه صغيره كده من فول الصويا، لو تاخدي بالك انا حطاه في الفريزر، نقعاه وحطاه في الفريزر. وعندي قطعه كبيره كده من الدهن، يعني زي 50 60 جرام كده. وعندي نص كيلو من اللحمه المفرومه. هجيب عندي صينيه كده وهنزل فيها المكونات بتاعتي. هبتدي بس اقطع كده الدهنه بتاعتي ديت قطع، لانها تبقى سهل انها تتقطع معايا بالمخرطه. نبتدي بقى نخرط بالمخرطه زي كاننا بنعمل ملوخيه، لما تبقى ناعمه وكل المكونات دي تتجانس مع بعض. ودي شكل اللحمه المفرومه بتاعتنا بعد ما فرمتها بالمخرطه. خدت معايا يدوب بس يعني من 10 دقايق لربع ساعه، والله العظيم يمكن اقل من كده يا جماعه كمان. بصوا، يعني اللي ما عندهاش كبه ما توقفش نفسها. بصي تحفه ما شاء الله، تحفه. طلعي لي كده الفول الصويا من الدهن من اللحمه، مش هتقدري. بصي تحفه. بعجن فيها كده حوالي 5 دقايق. وهنجيب مع بعض بصلايه حجمها يعني حلو كبيره، هفرمها ناعم وهاخد البشر بتاعها وهحطه على اللحم، وهوريكم برضو بالخطوات. ودي شكل البصلايه بعد ما فرمتها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وشيلت الميه بتاعتها. هتقولي لي ليه ما حطيتهاش مع الكفته وهي بتتفرم؟ تمام، مش هينفع. ليه بقى؟ عشان انا مش عايزه العصاره بتاعتها، انا عايزه العصاره بتاعتها تطلع بره عشان هتخلي لي الكفته تفك. تمام. بصي بقى يا حبيبه قلبي، نجاح الكفته ما تفكش معاكي وتبقى جميله ومتماسكه، العجن. شفتي بنعجن العيش ازاي؟ 5 دقايق عجن. يلا بقى شمري ايديكي واعجني معايا. بص حبيبتي، التوابل بتاعتنا عباره عن معلقه من توابل المشاوي، بهارات المشاوي، عباره عن معلقه من توابل المشاوي، بهارات المشاوي. تمام. وملح وفلفل اسمر، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. ليه بقى؟ عشان الفلفل الاسمر يا جماعه انصحكم بيه ما تكتروش منه لان بيهري الكبد، عافانا وعافاكم الله. تمام. ما بحطش الملح، انا قلت لك هنحط ملح وفلفل اسمر، بس انا مش هحط الملح دلوقتي. ليه بقى؟ لان انا هدخل عجينه الكفته بتاعتي الجميله دي فين؟ في التلاجة. بس هنزل عليها بايه بقى؟ هنزل عليها بس بمعلقه كاتشب، وده بيحلي لي طعمها جدا، بيخلي لي لونها كمان تحفه. بصي كده رشه صغيره بس كده. ليه بقى؟ الكيك شيف او البيكنج باودر بيفتح لي الكفته من جوه وما بيخليها ليش مكتومه. هعجنها برضو حوالي دقيقه كده، ادخل فيها الكاتشب والكيك شيف، وبعد كده هدخلها التلاجة تسمغ. يعني ايه تسمغ؟ يعني تتمسك في بعضها كده وتجمد. تمام، مش في الفريزر يا جماعه، مش في الفريزر. وبعد كده هوريكم هنعمل الكفته بتاعتنا ازاي على الجريل. هبتدي انزل عندي بكميه الملح، طبعا بعد ما خليتها في التلاجة حوالي نص ساعه. طبعا لو انت خليتيها اكتر من كده جميل جدا. وابتدي اقلب. بصوا حبايب قلبي، بعد ما حطيت الملح للكفته عندي، الملح اللازم تبعها طبعا. عندي الميه بتاعه البصل، هنزل على ميه البصل بمعلقه كاتشب صغيره كده، احاول اقلبها كده، ومعلقه صغيره برضو دبس رمان كده. هقلبها بقى كويس خالص. دلوقتي عندي ميه البصل والكفته والطبق اللي هصبع بيه واسياخ الشيش طاووق. هاخد 2 2 كده واجيب جزء من الكفته. انا عايزاها يا جماعه تبقى مش تخينه قوي عشان خاطر بس تبقى معايا حلوه ومستويه كويس. في الوقت بقى هلمس ايدي كده وامشي على الكفته بتاعتي بالراحه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. طبعا احاول ما اكترش ميه، انا يا دوب بس بدي لون وطعم للكفته. اعمل لها خطوط كده
نجيب ميه تاني، بمسح ايدي كده. بصوا بصوا الجمال، تحفه. احط في الطبق عندي، اريحه كده عشان ما يقسمش معايا. وباجي هنا عند الاطراف واعمل يعني ايه العجينه، بقفل كده بيها، بقفل بالكفته عندي على السياخ عشان ما تفكش معايا. ودي شكل الكفته بتاعتي بعد ما سيختها. الاحسن بقى عشان تاخدي نتيجه افضل انك تدخليها التلاجة مش اقل من ساعه او 2 في الحفظ. بس انا عشان مستعجله على طول هشوي. عندي الجريل اللي بتسخن على النار، وهنزل فيها بمعلقتين كده او 3 من الزيت. اول ما الجريل عندي تسخن، لازم الجريل تسخن جامد، ابتدي انزل عندي بأكياس الكفته. بسم الله. اخلي الكفته عندي على اعلى درجه حراره، وبالراحه كده اقلب سياخ الكفته بتاعتي. الكفته لازم تفضل على درجه حراره عاليه طول ما هي بتستوي. بالراحه كده وانا بحرك عشان ما تفكش معايا. ودي شكل الكفته بتاعتي بعد ما استوت بالشكل اللي انت شايفاه ده. وصلتها للون التحفه الخطير ده. بص اللي مفتوح معايا ده هوريهولكم. بصوا الجمال. والله العظيم بدون بقسماط ولا دقيق ولا اي حاجه. جربوها على طريقتي، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.